بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم معاكم بخصوص أقسام الغسيل الكلوي بالمستشفى ووحدة دشلوط. طبعا الفترة الماضية كانت في بعض الناس يعني مش هنقول في حقهم غير يا ربنا يجزيهم خير يعني. طبعا الصفحات طبلت كتير ورقصت كتير و... وكله طبعا كان بيشيد باللي عاملاه الناس والكلام ده كله. انا عاوز اعرف الناس اللي ودت حاجات للغسيل الكلوي قعدت كام يوم، اتنين تلاتة؟ للاسف الشديد انا مش عاوزك تيجي تعمل لي اللقطة وتمشي، لا. احنا عاوزين حاجة على ارض الواقع. انت تعرف النهاردة مريض الغسيل الكلوي، ربنا يعافيه ويشفيه ويشفي كل مريض يا رب. دعواتكم بالله عليكم لكل مريض غسيل كلوي او اي مريض اخر بمرض مزمن. طبعا مرضى الغسيل الكلوي عندنا في ديروت بتعاني في الوحدتين، إن كانت في المستشفى العام أو في وحدة دشلوط. بتعاني من حقنة اللي هي حقنة تحت الجلد، دي ناقصة، مش موجودة طبعا. معرفش بيجيبها المريض على حسابه. خلي بالكم أنا بتكلم بناء على شكاوي مرضى الغسيل الكلوي، مش جايب كلام من عندي. الحقنة دي بتعمل إيه؟ بتعمل سيولة في الدم، وبترفع نسبة الدم وتحسن كفاءة الجلسة. يعني حقنة كويسة، دي مش متوفرة خالص. وفي علاج تاني ناقص برضو بتاع المعدة، العلاج ده برضو مش متوفر لا في المستشفى ولا في وحدة الغسيل الكلوي اللي هي في دشلوط. برضو هنتكلم عن وحدة دشلوط. الكهرباء طبعا فيها ضعيفة جدا، هي فيها 17 جهاز، والناس خايفة للأجهزة تبوظ. يعني الكهرباء فيها ضعيفة جدا. عاوزين مغذي أو عاوزين اللي هو المكنة اللي هي بتشتغل تكون مضافة للكهرباء الموجودة، عشان كفاءة الكهرباء تكون عالية شوية، لأن عندهم تكييفات شغالة، عندهم 17 جهاز غسيل كلوي شغالين، عندهم محطة مية شغالة. كل ده بيقاوم عليه تقريبا محول واحد، والمحول تقريبا مش مكفي. عاوزين مغذيات كتيرة جدا لوحدة الغسيل الكلوي قبل الأجهزة ما تتهالك أو الأجهزة تبوظ بسبب التيار الكهربائي. طبعا محدش بيسأل، أنا بتكلم آه، بحكم ضميري وبحكم اللي قدرنا عليها ربنا، ده اللي أنا قادر أعمله، وبوصل صوتي للمسؤولين. لأن وحدة الغسيل الكلوي ده مكان مهم جدا، ولازم يكون مكان محترم يستقبل الناس ويكون فيه الحاجات بتاعته متوفرة. هو مريض غسيل كلوي وبيغسل على نفقة الدولة، فالمفروض ان الدولة موفرة له الحاجات ديت، المفروض يعني. وطبعا السادة المسؤولين، انا مش عاوز ازم في حد او اتكلم واقول ده عمل وده ما عملش وده لا. ربنا يصلح حال الجميع، ربنا يصلح حال الناس كلها. احنا بنتمنى ان احنا نتكاتف ونقف جنب بعض، لان وحدة غسيل كلى ودشلوط لو احتاجت لمغذي كهرباء هم بيحتاجوا طبعا للماكينة اللي موجودة او المكنة الموجودة اللي هي المفروض تشتغل لو الكهرباء قطعت والكلام ده كله. عاوزة صفحتين جاز في اليوم. شوف النهارده صفحتين الجاز بكام. فاتمنى ان يكون فيه رد فعل من السادة المسؤولين لوحدات الغسيل الكلوي، لأن الأماكن دي مهمة جدا 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 يا جماعة. الأماكن دي مهمة جدا. مريض الغسيل الكلوي لو ما قدرش يغسل في يوم واحد بس ممكن يموت. فأين الرحمة؟ أين الإنسانية؟ أين الضمير يا سادة؟ ما طالبينش منكم أكتر من كده. طبلنا ورقصنا كتير الفترة اللي عدت على الصفحات، وربنا يخلي باشا فلان وشايبة باشا علان، وربنا يخلينا وما يحرمناش منك، وربنا يديك الصحة ويبارك لنا فيك، ومن غيرك كنا هنموت ومش هنعيش والكلام ده كله. احنا عاوزين ثوابت، عاوزين حاجة تكون ثابتة على الأرض، عاوزين حاجة المريض يستخدمها كل يوم، عاوزين المريض يروح يلاقي الحاجة بتاعته. مش راح اخد اللقطه وصوره والرقاصين يشتغلوا على الفيسبوك بتوع الصفحات يرقصوا عشان مصالحهم الخاصه، ولا اللقمه اللي بتترمي ليهم، ولا لا، ما ينفعش، ما ينفعش. احنا عاوزين حاجات على ارض الواقع، ثوابت. ده مريض غسيل كلوي، ده مريض
بيغسل كلى. عافانا الله وإياكم. حط نفسك يا عم المسؤول مكان مريض غسيل الكلوي، حط نفسك مكان. أنا مش أتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يمرضك زي، لا، أنا بقول عافانا الله وإياكم. عافانا الله وإياكم من هذا المرض اللعين. ده مرض مزمن ومرض متعب جدا لصاحبه، فربنا يشفيهم ويعافيهم، مش هنبقى احنا والمرض عليهم. اتمنى تكون رسالتي وصلت، اتمنى الحياة دي تتوفر. انا مش مهاجم حد، والله ما بهاجم حد، انا بتكلم في مصلحة المريض بس. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى تكون رسالتي وصلت للجميع.